بغض النظر على الحياة اللي انت اختاريتي انك تعيشها، دائما كتلقى ناس كارهينك حاسدينك ما باغيينكش الخير. كتقول علاش انا الناس كتعامل معايا هكا، علاش كنعيان ندير الخير في هاد الناس هادو وفي الاخر كيبقاو يواجهوني بهاد الكراهية هادي. ما كتعرف شنو السبب، ما كيبغيوكش تكون احسن منهم، هذا هو السبب. يقدر يحسدوك على ابسط الحوايج عندك، انت اعطاهم لك الله وهما ما كاينينش عندهم. واخا كاع تلقى عندهم هاد الحوايج هادي، غادي يجيو عندك انت وغادي يحسدوك على دوك الحوايج اللي انت عندك. واخا يكونوا عندك حوايج غير بساطين في حياتك، يقدر يحسدوك على ابسط حاجه. يقدر يحسدوك حتى على الضحكه الا شافوك كضحكه. علاش؟ حيت هاد الناس اصلا ما عندهمش شخصيه. كتلقى عندهم انفصام في الشخصيه ديالهم، كتلقاهم ما تيقينش في راسهم، كتلقاهم دائما كيبغيو يكونوا هما الاحسن، هما اللي يبانوا الفوق، هما يعني دائما كيكرهوا اي واحد شافوا عنده ولو حاجه غير بسيطه هما ما عندهمش. هاد الحقاد هادو دائما كيحاولوا يخفيو المشاعر ديالهم، ويخفيو الخوف ديالهم والحسد ديالهم والسلبيه ديالهم، بحيث انهم كيبغيو يجروك لداك المحيط اللي هما كاينين فيه. وباش كتعرف هاد الناس هادو، هما كتلقاهم دائما كيحاولوا يتقربوا منك، واخا هما كارهينك ولكن دائما كيبغيو يشوفوا الجديد ديالك، فين راك واصل، شنو كدير. يعني دائما كيبغيو يدخلوا في الحياة ديالك باش دائما يبقاو كارهينك، دائما يبقاو مراقبينك. ولكن باش كتعرفهم انهم دغيا كيتعصبوا. يعني راه تقدر تكون كتناقش معاهم نقاش اللي هو بسيط ودغيا كيتعصبوا عليك، اولا تقدر مثلا انت تكون كتهضر معاهم بواحد العفويه ودغيا كيتعصبوا بلا شعور. يعني شي مره كيبينوا لك الكره ديالهم بلا ما يقدروا انهم يسيطروا على داك الكره اللي فيهم. وهاد الناس هادو دائما كيبغيو يهبطوك المستوى اللي هما عايشين فيه. مثلا الا شافوك غير بديتي في شي مشروع ولا شي خدمه، كيقولوك غير بلا ما تخدم فيه راه صافي ما عاديش تنجح، راه هاد المشروع هذا ما عاديش يصدق لك. ما كاينلاش تضرب تماره وتبقى تنوض بكري وتخدم وتقاتل، راه اصلا هاد المشروع فاشل وراه باين من البدايه ديالو بانه فاشل. اولا مثلا الا شافوا غير الوزن ديالك زايد بزاف، كيقولك لا لا ما كاينلاش تنقص، راك جيتي زوين هكا، واخا هو الوزن ديالك راه زايد بزاف. يعني دائما كيبغيو لك في حياتك غير الحاجه الخايبه، ما كيبغيوش يشوفوك سعيد اولا يشوفوك عايش مزيان اولا يشوفوك مرتاح ولا يشوفوا عندك خدمه زوينه. يعني كيحسدوك على ابسط الحوايج. ولكن كيفاش نديرو نتهناو من هاد الناس هادو ونعيشوا حياتنا كيف ما بغينا؟ هذا هو الحل اللي جبت لكم هذا النهار هذا. لكن قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتديروا ابوني للقناه باش دائما يطلع لكم الجديد ديال هذه القناه هذه. وبالتوفيق للجميع. واحد، لم تستطيع ارضاء الجميع. مجرد انك تفهم هذه القاعده هذه فرا تقدر تحسن حياتك للافضل. لان واخا دير اللي درتي راه كاينه واحد الفئه ما عاديش تقدر انك ترضيها. تقدر تجر واحد العدد كتير المحيط ديالك وعادي ترضيه، لكن كاينه واحد الفئه واخا دير لهم اللي درتي لهم راه ما عاديش تقدر انك ترضيهم. واخا تتعامل معهم مزيان، واخا تصدق عليهم، واخا تعطيهم، واخا راه في الاخر ما عاديش تقدر انك ترضيهم بصفه نهائيه. لان هذا البشر هذا هو اصلا هكا داير، هو اصلا ما كيبغيش الخير للناس، هو اصلا ما عاديش يبغي لك الخير الا شافك انت احسن منه. فلهذا ما تحاولش ترضيه من الاساس، لان اصلا راك ما عاديش ترضيه واخا دير معاه اللي درتي. حاول انك ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي نفسك وترضي والديك والناس اللي كيبغيوك. هادو هما الاساس في هذه الحياه هذه. اما الناس راه ما عاديش تقدر ترضيهم كاملين، واخا تتعامل معاهم بالمزيان، واخا دير معاهم اللي درتي. لهذا الواحد يحاول انه ما يدير شي حاجه اللي كتغضب الله، وفي نفس الوقت يكون راضي على نفسه بداك الخدمه اللي كيدير اولا بداك الانجاز اللي كيدير. يعني عاجبو الحال، مرتاح في خدمته اولا مرتاح في داك المشروع اللي كيكون وصافي. والوالدين كذلك، الرضا ديال الوالدين راه حاجه اللي هي مهمه في الحياه ديالنا، فإلا رضاو عليك والديك راه ما عمر ربي غادي يخيبك. وكذلك هاد الناس الحاقدين راه ماشي حاقدين غير عليك انت، راه حاقدين هما على حياتهم، حاقدين عليها. هما كتلقاهم حياتهم ما راضيينش بها وما راضيينش بالوضع اللي عايشين فيه. فلهذا
ما عمر تحاول ترضي كاع الناس. عيش حياتك كيف ما بغيتي، وفي الاخر راه كل واحد كيتحاسب على حياته، ما كيتحاسبش على حياة الناس الاخرين. ثانيا، لا تنزل لمستواهم وتجاهلهم فقط. يعني ما تنزلش للمستوى ديالهم، انت ما عليك غير تجاهلهم فقط، لان هاد السلوك اللي كيتعاملوا به هاد الاشخاص اللي كيكرهوك راه ماشي المشكل فيك انت، راه المشكل فيهم هما. لكن هما كيبغيو يجروك المحيط ديالهم باش تولي حتى انت واحد الشخص اللي فاشل بحالهم، لان ما كيبغيوش يشوفوك احسن منهم، ما كيبغيوش يشوفوك بانك تحقق نجاحات في حياتك او لا تكون واحد الشخص اللي عظيم، عنده يعني نجاحات، عنده الناس كيبغيوه، عنده دائما كيبغيو تكون انت اقل منهم او لا تكون بحالهم، يجروك لديك الدائره اللي هما عايشين فيها باش هكا كيرتاحوا وكيوليو راضيين على نفسهم. وكذلك هادو كتلقاوهم هما حامدينش الله، ما راضيينش بالحياه اللي هما فيها، وكتلقى حياتهم أبشع منهم، أبشع من قلوبهم، حيث هما مراضين فزادهم الله ما رضى. يعني حتى الواحد اللي ما كيرضاش بالقضاء ديال ربي راه كتسد عليه البيبان، كاع البيبان كتسد عليه من جميع الجوانب. لهذا عمر نحاول انني ننزل راسي للمستوى ديالهم او لا نديها فيهم، حيت الا بقيت كنرد لهم البال هكا غادي نولي حتى انا واحد الشخص اللي بحالهم، وغادي نولي ننزل المستوى ديالهم بدون شعور. لهذا دائما نتجاهلهم، دائما ما نديهاش فيهم ونخليهم يقولوا اللي بغاو. ثالثا، تعلم منهم. كل لحظة في حياتنا كدوز إلا وكتعتبر درس لينا. مثلا إلا كنتي انت واثق في شي واحد منهم، تسمعني مزيان، ولقيتي راسك انك تعاود له كل شيء او لا عاودتي له بعض من الاسرار ديالك ودوك الاسرار مشى خرجها ومشى كيهضر في ظهرك، ما تعاودش تثق فيه مره اخرى. يعني رد بالك مرة أخرى فاش تكون جالس معاه، رد بالك منه، لأن هذا اللي غدر بيك مرة الأولى غادي يقدر يغدر بيك مرة الثانية ومرة الثالثة. وهنايا كنعرفوا بان هذا الشخص راه ما باغيناش وما باغيناش الخير، لهذا ناض كيعاود الاسرار ديالنا وناض كيهضر في ظهرنا وناض كيعاود الناس علينا. فدائما نردوا البال من هاد الناس هادو. يعني كاين بعض المرات الناس كيكونوا كارهينك، شي شخص كيكون كارهك ولكن ما كيقدرش يبين لك، كيحاول انه يخبي المشاعر ديالك تجاهه. فاش كتنوض انت كتعاود له على نيتك، كتبقى اي حاجه ضراتك في حياتك ولا مثلا فرحتك في حياتك كتعاودها له على نيتك، وفي الاخر كتلقى راه مشى داك السير كامل عاودوا لواحد اخر او لا عاودوا الناس اخرين. هذا مره اخرى فاش نكون جالس معاه رد بالي منه، حتى الا لقيتو كيسولني غادي نعاود له غير على السطحيات ديال حياتي، ما نتعمقلوش في الحياه ديالي باش هكا ما يلقى ما يدي مني مره اخرى. كذلك رابعا، انت المهم. هاد النقطه هذه زوينه بزاف، فركزوا عليها مزيان. هاد المرحله اللي غادي نقول لكم راها الا عرفتي كيفاش تستغلها لصالحك راه غادي تمشي في حياتك مزيان. دائما تفكر انك انت المهم، لان هاد الناس ماشي غير جاو كرهوك، وهما ما كرهوك حتى شافوا فيك شي حاجه اللي ثمينه، شي حاجه اللي ما قدروش انهم يشوفوها في راسهم. لهذا دائما نستمر ونكمل في النجاحات ديالي، ما نردش بالي لهاد الناس هادو وما ركزش معاهم باش ما نضيعش النجاحات ديالي. راه كثرة الاعداء اللي دايرين بيك يعني انك انت الاسطوره. لهذا دائما نحاول انني نكون واحد الشخص متميز وما نردش البال الاعداء ديالي، لان كل ما كثروا الاعداء ديالي كل ما كبر النجاح ديالي. فاش كنلقى انني عندي اعداء بزاف يعني انني واحد الشخص اللي هو ناجح في حياتي. لهذا ما نحاولش انني نديها في هاد الناس هادو، وما نكذبش عليكم. يعني انا فاش كنلقى مثلا شي واحد حاقد عليا كنحاول انني نخدم ونعطي اكثر، وهذا كيكون كمحفز ليا. علاش؟ حيت راني غاده في واحد الطريق صحيحه. لو كان ما كنتش لفت انتباه ديال دوك الناس ما كانوش عادي يحقدوا عليا، ما كانوش عادي نكون عدو ليهم. لهذا كنديها في خدمتي ونديها في راسي ونخلي دوك الناس عليا ونكمل الطريق ديالي وما نفقدش التركيز ديالي. لهذا كنقول لك استمر وما تديها حتى في واحد، وغادي تشوف هاد الناس هادو كيفاش كيوليو يتعاملوا معاك، كيفاش كتشوف. لان فاش كتكون نتايا ناجح في حياتك
راه كتشوف الكره في عينيهم، وهاك هاد الشيء كيكون كتحفيز ليك. لهذا استمر وما تديها حتى في واحد، وخدم على النجاحات ديالك. كانت معكم مياس، مع السلامه. ما تنساوش تخليو لي نتوما التعليق ديالكم كيف جاكم الفيديو ديال اليوم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. وكذلك الا كانت عندكم النقطه الخامسه ما تنساوش تخليوها لي في التعاليق.